منظمة حلف شمال الأطلسية، بالإنجليزية North Atlantic Treaty Organization، ويعرف اختصارا الناتو، بالإنجليزية NATO، بالفرنسية Organisation du Traité EDA. أتلانتيك نور، اختصارا OTAN، هي منظمة عسكرية دولية تأسست عام 1949 ميلادية بناء على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 4 أبريل سنة 1949. يشكل حلف الناتو نظاما للدفاع الجماعي تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل ردا على أي هجوم من قبل أطراف خارجية. 3 من أعضاء الناتو، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، هم أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي يتمتعون بحق الفيتو، وهم رسميا دول حائزة للأسلحة النووية. ويقع المقر الرئيسي لحلف الناتو في هارين، بروكسل، بلجيكا، في حين أن مقر عمليات قيادة حلف الناتو يقع بالقرب من مونس، 12 دولة في اليوم 4 أبريل 1949 على معاهدة حلف شمال الأطلنطية ناتو، التي عرفت بمعاهدة واشنطن، وضمت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والبرتغال، والنرويج، وهولندا، ولوكسمبورغ، وإيطاليا. كذلك يضم الحلف أيسلندا، وفرنسا، والدنمارك، وكندا، وبلجيكا. وبعد تأسيسه 3 سنوات بدأت دول أخرى في الانضمام إلى الحلف في خمسينيات القرن الماضي، وهي اليونان عام 1952، وتركيا عام 1952، وألمانيا عام 1955، كما لم تنضم أي دول للحلف خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى إسبانيا التي انضمت للحلف عام 1982. وفي عام 1999 انضمت 3 دول للحلف هي التشيك، والمجر، وبولندا. وفي عام 2004 شهد الحلف انضمام 7 دول هي بلغاريا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا. كما شهد عام 2009 انضمام دولتين جديدتين إلى الحلف هما ألبانيا وكرواتيا. ولم تتوقف سلسلة الانضمامات للحلف، إذ شهد عام 2017 انضمام دولة أخرى هي الجبل الأسود، وكانت مقدونيا الشمالية هي العضو رقم 30 الذين انضم للحلف عام 2020. عسكرية لحلف الناتو. تدخل حلف الناتو بشكل مباشر في عدد من الأحداث التي شهدتها مناطق متعددة في العالم، كتدخله في حرب البوسنة والهرسك عام 1993، بالإضافة إلى تدخل قوات الحلف في حرب كوسوفو عام 2000، بالإضافة إلى حرب أفغانستان. وكان للحلف دور كبير في القضاء على قوات العقيد معمر القذافي إبان الثورة الليبية عام 2011، بعد صدور قرار مجلس الأمن التابع رقم 1973 الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وأذن بالقيام بتحرك عسكري لحماية المدنيين. وبدأ تحالف يضم عددا من أعضاء الناتو في فرض منطقة حظر طيران على ليبيا. وفي 20 مارس 2011 اتفقت دول منظمة حلف شمال الأطلسي على فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا. وفي 24 مارس وافق حلف الناتو على التزام السيطرة على منطقة حظر الطيران، في حين ظلت قيادة استهداف الوحدات البرية تتبع قوات حلف الناتو.